فاكرين يوم ما توفى مايكل جاكسون؟ كان يوم غريب، ناس بكت وناس احتفلت وناس اعتبرته مجرد مغني وخلاص. بس هل تتخيل ان موت مايكل جاكسون ممكن يهز حياه شخص ويعيد فتح جروح طفولته؟ ده اللي بيحصل في فيلم الشيخ جاكسون، والنهارده هنتكلم عنه من كل الزوايا. هنتكلم عن السيناريو والاخراج والاداء التمثيلي والرساله الفلسفيه اللي وراه. الفيلم بيحكي عن شاب سلفي متدين بيشتغل امام مسجد، لكن حياته بتنقلب لما يعرف خبر وفاه مايكل جاكسون. الخبر ده مش مجرد حدث عابر بالنسبه له، ده بيحرك داخله ذكريات طفولته، علاقته المعقده مع والده وحبه القديم للرقص والغنى. من اول لحظه الفيلم بيستخدم الفلاش باك ببراعه عشان يعرض لنا مراحل مختلفه من حياه الطفل، ودي نقطه قوه، لكنها برضه بتسبب بعض التشاويش للمشاهد في النص الاول. السؤال الاساسي اللي بيطرحه الفيلم، هل التدين ممكن يكون مجرد قناع للهروب من صراعاتنا النفسيه، ولا هل الانسان ممكن يكون متدين وفي نفس الوقت عنده ميول فنيه او حب للموسيقى؟ ونيجي هنا للاداء التمثيلي. احمد الفيشاوي قدم واحد من افضل ادوار، اداء مليان تفاصيل من التوتر في صوته والنظراته الحقيقيه، لحظات الانكسار اللي بتبان عليه. احمد مالك لعب النسخه الاصغر من الطفل، كان ممتاز، نقل لنا حيله المراهقه والتمرد على الاب بصوره طبيعيه جدا. ونيجي هنا للاخراج والتصوير. عمرو سلامه عنده اسلوب بصري مميز، بيستخدم الاضاءه والالوان عشان يعكس الحاله النفسيه للبطل. المشاهد اللي فيها مايكل جاكسون سواء في الخيال او الذكريات متصوره باسلوب بيجمع بين الواقعيه والسرياليه. اللقطه القريبه على وشوش الشخصيات بتنقل مشاعرهم بوضوح، لكن بعض المشاهد الرمزيه كانت محتاجه توضيح اكتر عشان توصل لكل الجمهور. الفيلم مش بيتكلم عن الدين، لكنه بيتكلم عن الهويه، ازاي الانسان ممكن يكون في صراع بين شخصيته الحقيقيه وبين الصوره اللي المجتمع عايز يكون عليها. واحده من اهم النقاط اللي بنسمعها في النقد عن الفيلم، هل هو ضد التدين؟ الحقيقه الفيلم مش ضد الدين، لكنه ضد التطرف في اي اتجاه، سواء انك تقفل على نفسك وتمنع نفسك من اي او انك تفقد السيطره على حياتك بسبب حاجات كنت بتحبها زمان. الناس شافت النهايه مفتوحه، ودي نقطه ممكن تزعج بعض المشاهدين، لكن انا شايفها مناسبه لطبيعه القصه، لان مفيش اجابه واحده للصراع النفسي ده. ونيجي هنا لنقطه الصراع النفسي والعقد الداخليه. الفيلم بيعتمد على الفلاش باك عشان يوضح لنا سبب الازمه اللي خالد بيمر بيها. والده ماجد الكدواني كان شخص متصلب في رجوله في الشده والصراع، وده خلى خالد يفقد جزء كبير من طفولته براء. لما بيكبر بيحاول يهرب من ماضيه ويتبنى شخصيه الشيخ المتدين، لكنه في الحقيقه ما كانش متصالح مع نفسه. ظهور مايكل جاكسون في ذكرياته وكوابيسه مش مجرد حنين للماضي، لكنه رمز للصراع الداخلي اللي بيعيش. ونيجي هنا نقطه الرمزيه في الفيلم. وجود مايكل جاكسون في حياه البطل مش مجرد اعجاب بفنان عالمي، لكنه كان رمز للحريه والتعبير عن النفس، الحاجتين اللي خالد اتحرم منهم بسبب والده والمجتمع. ونيجي هنا نقطه الرقص والتدين. الرقص في الفيلم مش مجرد استعراض موسيقي، لكنه وسيله للتعبير عن المشاعر المكبوته. في مشاهد كتير البطل بيحاول يرقص لكنه بيحس بالذنب، كانه بيحاول يكبت جزء منه لكنه مش قادر. ونيجي هنا لمشهد المسجد. مشهد المسجد كان رمز للصراع الداخلي. في احدى المشاهد خالد بيتخيل مايكل جاكسون جوه المسجد، وده مشهد عبقري انه بيلخص الازمه كلها. نهايه الفيلم، النهايه ما بتقدمش اجابه صريحه، لكنها بتلمح ان خالد بدا يتقبل نفسه وبدا يلاقي توازن بين تدينه وميوله الشخصيه. الفيلم بيقول لنا ان الانسان مش لازم يكون نسخه مثاليه عشان يكون متدين، او ان الصراع النفسي جزء من التجربه الانسانيه. في النهايه الشيخ جاكسون مش فيلم عن الدين، لكنه عن الهويه، عن الصراعات اللي كل واحد فينا بيمر بيها وهو بيحاول يلاقي نفسه وسط مجتمع مليان تناقضات. الفيلم بيطرح اسئله اكتر ما بيقدم اجابات، وده اللي بيخليه عمل فني يستحق التامل والمناقشه. الشيخ جاكسون مش مجرد فيلم عن الدين او مايكل جاكسون، لكنه عن الصراع اللي ممكن اي حد فينا يمر بيه، الصراع بين اللي اتربى عليه وبين اللي بيحبه فعلا، بين الهويه اللي المجتمع فرضها عليه وبين هويته الحقيقيه. الفيلم بيسال اسئله كتيره لكنه ما بيديش اجابات مباشره، وده في حد ذاته نقطه قويه، لكنه برضه نقطه ضعف، لانه ساب النهايه مفتوحه بدون حسم واضح لصراع البطل. وده خلى ناس تحس ان الفيلم ضعف النص بين محاوله مناقشه الدين وبين استعراض ازمه نفسيه شخصيه. لكن الاكيد ان الفيلم قدم تجربه مختلفه، وان كان ممكن يكون اعمق واقوى. السؤال اللي الفيلم بيسيبه لك في الاخر، هل فعلا المجتمع بيقبل فكره ان الشخص المتدين يكون عنده حياه خاصه واهتمامات شخصيه، وهل لازم الانسان يختار بين هويته الدينيه وبين ميوله الشخصيه؟ الفيلم بيحاول يقول ان الهويه مش حاجه ثابته، وان الانسان مش لازم يختار بين كونه شخص متدين او شخص عنده اهتمامات تانية، لان الاثنين ممكن يتعايشوا مع بعض. لكن السؤال الحقيقي اللي الفيلم ما جاوبش عليه هو، هل المجتمع فعلا مستعد يتقبل الفكره دي؟ المجتمع دايما بيحط قوالب جاهزه، ولو خرجت عنها ممكن تلاقي نفسك متهم بالتناقض او حتى بالضياع. لكن الحقيقه ان كلنا عندنا صراعات، كلنا بنسال نفسنا احنا مين واحنا ليه بالشكل ده. الشيخ جاكسون حاول يجاوب، لكنه في النهايه ساب الاجابه عندك. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه علشان تشوف تحليلات اكتر. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم.